السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده نحل مع بعض مسألة رقم 24 من ديلي تشالنج ليت كود. يلا بينا. مسألة النهارده اسمها delete nodes and return forest. المسألة باختصار بيقولك ان هو هيديك الروت بتاع باينري تري، وهيديك كمان فيكتور في نودز. بيقولك ان النودز دي احنا محتاجين نعمل لها deleted. بعد ما نمسح النود دي، التري بتاعتك هتبقى عبارة عن فورست اي ان هي مجموعة تري صغيرة، او يعني غابة بمعنى اصح. وبيقول لك ان هي عبارة عن disjoint union of trees. اوكي، طيب الراجل ده عاوز ايه؟ الراجل ده بيقولك return الروت. الروتس بقى مش هيبقى عندك روت، هيبقى عندك مجموعة من الروتس من التريز اللي هيكونوا فاضلين، او اللي هم بيشكلوا الريميننج فورست. تعال ناخد مثال كده عشان نفهم الفكرة. انت معاك تري بالمنظر ده، وقالك ان انت تمسح نود رقم 3 والنود رقم 5. طيب انا دلوقتي لو مسحت النود رقم 3 كده، فده معناه ايه؟ ده معناه ان دي هتبقى فورست، ودي هتبقى فورست لوحدها. ليه؟ لان اللي كان بيكونكت التو نودز ببعض اتمسح. طب ونود رقم 5، نود رقم 5 كده كده هي تشايلد، فلما تتمسح مش هتمسح حاجه تحتها اصلا، ومش مفيش فورست يعني هتيجي منها. فيبقى مين اللي عندك؟ ادي التري الاولى او الفورست الاولى، ودي الفورست الثانيه، ودي الفورست الايه الثالثه. فهتلاقي ان انت شكل الاوت عندك بقى 1 2، بعد كده النل، بعد كده 4. فين 1 2 نل 4 اهي 1 2. وبعد كده يعني الناحية التانية قالك نل مفيش هنا، وهي الناحية دي قالك ايه في فور. طب وبعدين قالك والله الستة دي لوحدها اهي، وقالك السبعة دي لوحدها اهي. السامبل التاني برضو اداك تري فيها واحد، وتحت الواحد اتنين اربعة، بعد كده نل تلاتة. تعال نرسمه سريعا. ادي واحد عشان تبقى عارف ازاي ترسم التري بتاعتك. بعد كده عندك هنا اتنين، وبعد كده عندك الناحية دي اربعة. تمام. وبعدين قالك ايه؟ قالك في نل، يعني الاتنين دي هتروح من هنا نل، وهتروح من هنا لتلاتة. طيب قالك الراجل ده عاوزك تعمل ايه؟ الراجل ده عاوزك تمسح التلاتة ملي. مسحنا يا عم التلاتة. اتفضل لك ايه؟ اتفضل لك فورست واحدة بس، اللي هي التري دي. خلاص. تقول لي ماشي، واحد واتنين واربعة. طيب احنا كده فهمنا المسألة. ازاي بقى ممكن نحل المسألة دي يا كوتش؟ اقول لك ميلي ممكن نحلها باكتر من طريقة. ممكن نحلها باستخدام كلا الالجوريزمين بتوع الجراف. احنا عندنا كده كده ميلي تو الجوريزمز مشهورين ويل نون. اي حد يديك تري او ميل الجراف، بنتعامل دايما مع تو الجوريزمز. حاجه اسمها دي اف اس، ديبس فيرست سيرش، خلاص. وحاجه اسمها بيردز فيرست سيرش. دول اشهر تو الجوريزمز، ودايما هتلاقيهم بيتكرروا في اي مساله ليها علاقه بالتري او الجراف. مينلي البي اف اس وظيفته اساسيه بيجيب الشورتست باس. الدي اف اس وظيفته الاساسيه ممكن يجيب لك اللونجست باس، او ممكن تترافيرس بالتري بطريقه ان انت بتجيب الدبس وبعد كده ترجع لفوق. اما البي اف اس بيترافيرس لاير باي لاير، ليفل باي ليفل، ليفل باي ليفل، وهكذا. كده انت مينلي بقيت شاطر وعارف تو الجوريزمز مينلي في الجراف. ممكن ما تكونش عارفهم بالتفصيل ممل، بس على الاقل انت تعرف تتعامل بيهم. طيب ممكن نستخدم ايه؟ ممكن نستخدم اي واحد منهم. ممكن الدي اف اس ممكن يكون بسيط جدا، او البي اف اس بالنسبه لك ابسط. كلا الاثنين هيحلوا لنا المساله. طيب انا عاوزك بقى تتعلم من دلوقتي عشان ندخل نجو هيد ناكواير التكنيك بتاع الريكيرجن، عشان ده هيساعدنا بعدين ان احنا نشتغل على مسائل من نوع دايناميك بروجرامنج. فانا عاوزك دايما تتعود ان انت تشتغل على الدي اف اس، ودايما تتعود ان انت تكتب ريكيرسيف فانكشن كتير. فمين اللي هنحل مسألة مثلا النهارده بالدي اف اس؟ ولو عاوزين نحلها بالبي اف اس ما تنساش تسيب لنا ده في الكومنتس. طيب ماشي يا كوتش، لو احنا هنحل المسألة دي بالدي اف اس ممكن نحلها ازاي؟ اقول لك سهل. هو الدي اف اس بيعمل ايه؟ اسمه ديبس في الريسيرش. يعني ايه ديبس؟ يعني هات العمق، هات اخر حاجة تحت. خلاص يا عم انا نزلت اخر حاجة تحت. عندنا مين؟ والله انا هفضل نازل نازل نازل، عندنا الاربعة، واروح اتشيك هل الاربعة دي في الفيكتور ده. والله قال لك لا، حلو الكلام. خد الاربعه دي اي اعمل لها بوشنج، بس اكيد طبعا مش دلوقتي، يعني اكيد بعد ما نترافيرس كل الجزء ده هنحاول نعمل الايه البوشنج. طب يا عم الاربعه دي في حد تحت؟ قال لك لا. طب اطلع فوق كده، وانت راجع هنعمل بوشنج للاربعه دي. خلاص عشان تبقى فاهم اللوجيك. طب بالنسبه للاثنين هل هي في الليست؟ قال لك لا. طب حلو. برضو بما ان الاربعه مش في الليست ولا الاثنين في الليست، يبقى ممكن دول يكونوا تري مع بعض. فاستنى بقى، يعني خلينا خلي الاربعه معانا، وخلي الاثنين معانا في الحسبان. ماشي. طيب هل الخمسه في الليست؟ بما ان الخمسه معاك في الليست، فاحنا هنمسح دي. هنقول له عند الخمسه لو سمحت ابديت نفسك وارجع بنل. ارجع بايه؟ نل بي تي ار، عشان الخمسه دي عايزين نمسحها، او ممكن مين اللي نعملها ديليت، يعني مش تفرق كتير. تقول لي طيب وبعدين؟
هتروح تشوف مين اللي نده الخمسة، هيلاقي الاتنين مين اللي نده الاتنين، هتلاقي الواحد. وصلنا للواحد، نكمل ترافيرس عادي، الراجل ايه شغال مش هيقول لا. عند الواحد يجي عند التلاتة، هل التلاتة دي ممسوحة؟ التلاتة ممسوحة. يوم الراجل ده يعمل ايه عند ما هيوصل للتلاتة دي؟ عارف ان التلاتة دي ممسوحة، التلاتة دي بالنسبة له اتمسحت. هيروح يشوف الستة، ويشوف الايه، يشوف السبعة. خلاص، هيشوف الستة والسبعة الاول، وهو راجع يتشيك. خلاص، رحنا شفنا الستة، هل الستة ممسوحة؟ قال لك لا، تمام. هل السبعة ممسوحة؟ قال لك لا، تمام. اول ما يلاقي ان هو راجع لا التلاتة دي اتمسحت او هتتمسح ميلي، خلاص يا عم هات التشيلدرن بتوعها واعمل لهم بوشنج. ليه؟ ما انا عملت بروسيس، فانا ضامن وانا راجع مش محتاج اتشيك تاني على التشيلدرن. انا دلوقتي همسح النوت دي. فدلوقتي مين يا عيالك؟ قالت والله انا عندي الستة وعندي السبعة، بغض النظر حتى لو الستة والسبعة عندهم تري كاملة تحت، انا هعمل بوش للستة لوحدها كروت، وهعمل بوش للسبعة لوحدها كروت. يبقى انا خدت الستة والسبعة بكل التريز اللي تحتهم. تقول لي يعني الكود واحنا راجعين صح؟ اقول لك الكود مينلي بيروح يترافيرس، يعني هو بيبدا من هنا ويروح يترافيرس عادي جدا، يتشيك ويروح يجيب اخر حاجه تحت. طب وانا راجع اتشيك، الاربعه دي ممسوحه؟ لا سيبها. الاتنين دي ممسوحه؟ لا زي الفل. طب الخمسه دي ممسوحه؟ اعمل ابديت هنا وقول للي قبلك انا مش هبقى خمسه، هبقى نال بي تي ار، تمام، وكمل عادي مفيش مشكله. الاتنين هتروح للواحد ممسوحه؟ لا. هنيجي نروح للتلاته، التلاتة المفروض ان انا هكمل بقى، مش هسأل دلوقتي، هكمل. هروح للستة، وبعد كده الستة مش هلاقي عندها حاجة. هرجع تاني هروح للسبعة، مش هلاقي عندها حاجة. بعد كده دلوقتي انا رجعت معايا التلاتة هتمسح. اول ما التلاتة هتمسح، لا لو سمحت بوش العيال اللي عندك. بعدين هنرجع للروت اللي هو واحد دي. ممكن الواحد ده نعمل له ايه؟ نعمل له هندلة بس فين؟ في الفانكشن الاساسية بتاعتنا، لان الواحد ده هيبقى الحالة الوحيدة اللي احنا ما عملناهاش بوش في التريسنج ده. كل التريسنج ده ما عملناهوش بوش للواحد، لان الكود فعليا هيكون خلص. فممكن الروت دي بعد ما يكون عملنا ابديت لكل التري، ممكن نبوش الروت الاساسيه بس. مين اللي هنكون مسحنا منها كل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. تقول لي انا فهمت الفكره بس مش عارف اكتب كود. اقول لك تعالى نكتب كود مع بعض. اول حاجه احنا مين اللي هنريترن ايه؟ دايما تفكر في الفانكشن بتاعتك هتريترن ايه. اي فانكشن ريكيرسيف لازم تفكر هي هتريترن ايه. والله مين اللي بما ان انت قلت لي من شويه ان احنا عاوزين نمسح النود نفسها، خلاص النود نفسها تتمسح، وفي الاخر هنيجي نمسك الروت بتاعت التري نعمل لها بوشنج تحت. فاحنا مين اللي لازم نريترن حاجه من نوع تري، صح؟ تقول لي صح، ادي تري نود. تقول لي انا بشوف تري نود دي وافضل اهرش في دماغي وما بقاش عارف مين هيودي على فين. اقول لك بالراحه كده وتعالى نسمبليفاي المساله ونسميها دي في اس عشان تتعود على الاسم. طيب الانبوت او البارامترز بتاع الفانكشن دي ايه؟ هيبقى برضو من نوع تري نود، ما اختلفناش كتير. طيب وانا حبيب قلبي حفظتك دايما البيس كيس هي اللي هي ما فيش مهرب منها، الا وهي ايه؟ والله لو اف نوت الروت او الروت دي بتساوي نال بي تي ار ارجع. طب هنريترن مين؟ هنريترن ونسكت، ده لو هي فويد، بس هي مش فويد. والله لو انت وصلت لنال بي تي ار ريترن نال بي تي ار، بس سهله جدا ما فيش اي مشكله. او قول له من ريترن نال، تمام؟ تقول لي ماشي. طيب بما ان احنا عندنا فيكتور هنا، والفيكتور ده هيكون فيه كل النودز بتاعتي اهو، النودز اللي هو هيدالك اللي هي عددها 1000. طب هل نباصيه؟ هل من الصح ان انا اباصي ده للفانكشن دي واقعد اعمل فايند جوه فيكتور اللي هي بتاخد اوردر ان؟ تحس ان هي مش بتميك سنس، صح؟ طب نوبتمايز الحته دي ازاي؟ حبيب قلبي والله انت عندك مليون حاجه ممكن تعمل اوبتمايز. ممكن تحطهم في ماب، ممكن تحطهم في ست، ممكن تعمل فريكوانسي اري، في كذا حل. ممكن ناخد احد الحلول الاستاتيك اللي هتكون بسيطه لو انت ما تعرفش الاس تي الز. ممكن نعمل بوليان اري مثلا نسميها ديليتد، ونديها سايز اكبر فاليو ممكن تدخل اللي هي 1000، فاديله مثلا 1001 اهو، 1 2 1، تمام. طب وبعدين لف عليهم اهو، لف اعمل فور انتجر ديليت مثلا بتلف على تو ديليت، وبعدين قول له لو سمحت ديليتد اللي هي النود دي او سميها نود اهو، قول له لو سمحت النود دي معمول لها ديليت فخليها بترو. غير كده هتلاقي ان ده مين اللي منه متعرف في الكلاس بتاعنا، فهو مين اللي كل الفاليوز اللي فيها تبقى بزيرو. تقول احنا كده عملنا ايه؟ انا كده جاست بدل ما كنت هاخد اوردر ان عشان اديليت اي نود، انا مين اللي ممكن اتشيك مره واحده بس. هقول له هات لي الفاليو بتاعت اللي موجوده في الاندكس الفلاني، والراجل ده ايه؟ جاست بس هيعملها ايه؟ جاست تشيكينج مش اكتر. تقول لي ماشي دي حركه لذيذه يا كوتش. طب وبعدين هنكمل ازاي؟ اقول لك مين اللي احنا مش قلنا ان احنا عاوزين نمشي عليهم ان اوردر، ان انا هفضل انزل 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 لحد اخر نود تحت،
وانا وراجع اعمل ابديت تقول لي صح. طيب يبقى انا لازم ايه؟ هنادي الدي اف اس، هنادي الدي اف اس واقول له خد هات الليفت، وهنادي الدي اف اس كمان مره وهقول له خد هات الرايت، اعمل ترافيرس بس مش اكتر، كده كده ما عندناش اي بارامترز. بس انا لازم حاجه، لازم الروت ده يسمع فيه الابديت. يعني نوت زي الخمسه دي لو انا وصلت لها وجيت وانا راجع بتشيك لقيت ان الخمسه دي ممسوحه، لازم الكلام ده يسمع فين؟ يسمع في الروت. ليه يسمع في الروت؟ علشان الروت ده هيحصل له ابديت تحت. تقول لي يعني اخلي ده باي ريفرنس، هقول لك ممكن. وممكن حل اشيك ان انت تابديت الروت نفسه. يعني انت تقول له خلي الروت بتساوي الدي اف اس بتاعت الروت دوت ليفت، والناحيه الثانيه نفس الكلام اهو، ما غيرناش كتير، وقول له خلي الروت بتساوي الدي اف اس بتاعت الروت دوت رايت. ليه الحركه دي يا كوتش؟ الحركه دي مينلي هتسهل عليك كتير، بس احنا مش هينفع نابديت الروت نفسها. امال انت عايز تابديت مين يا كوتش؟ انا عايز ابديت الليفت بتاع النود بتاعك. يعني انا عايز اقول له بص انت وانت راجع هتعمل تشيكنج، بس انت مش هتابديت الروت. امال هنابديت مين؟ هنابديت الليفت بتاع الروت، لان ممكن انا لو حركه ابديت الروت يبقى انا دلت الروت كله باللي فيه. فانا لما اقول له لو سمحت الروت دوت ليفت ده عباره عن نود، روح اعمل ترافيرس بالدي في اس وشوفوا هل هيفضل في مكانه ولا هيتمسح. طيب والناحيه الثانيه نفس الكلام. خد بالك احنا لحد دلوقتي بس ما بنعملش غير الريكيرسيف كول، احنا لسه ما عملناش البروسيس الاساسيه اللي احنا محتاجينها. انا كل اللي عليا ان انا ايه؟ بقول له لو سمحت هات النود، هلاقيها مش بنل، روح هات الليفت بتاعك وابديته بالليفت، وانت لو سمحت روح هات الرايت بتاعك وابديته بالرايت. يعني اللي هيحصل هنا هينادي الواحد، هتلاقي ان في فانكشن كامله بتلعب من اول 2 لحد كل التري الصغيره دي، وفانكشن تانية شغاله على الرايت بتعمل كل البروسيس دي. طب واللي هيحصل بعدين نفس الحاجه، هيمسك الاثنين ويروح يدي الجزء بتاع الليفت بتاعها لدي في اس دوت ليفت للاربعه، ويمسك الاثنين يروح للخمسه. طب وبعدين يروح للاربعه يعمل نفس الحاجه، ايه؟ لان ما عندهاش هنا وما عندهاش هنا. تقوم تقوم راجعه، بس وهي راجعه يعمل اللي تشيك. تقول لي يعني احنا عايزين نقول وانت راجع ان شاء الله بالسلامه، اول ما ترجع من سفرك اعمل تشيك ان هي ديليتد ولا لا. تقول لي ودي اعملها ازاي؟ مش احنا عاملين فانكشن، مش احنا عاملين الفريكونسي دي اهو. قول له هل ديليتد الروت دوت فاليو، هل دي ديليتد؟ طب لو دي ديليتد نعمل ايه يا كوتش؟ مين اللي انت محتاج تخليها بنال بي تي ار اهو، نال بي تي ار. ليه؟ انا كده قلت له لو سمحت الابديت بتاع النود دي، لو الاربعه دي كانت نود ممسوحه، تخيل ان الكود نزل لحد الاربعه، وقلت له دي رجع لي نال بي تي ار، يروح النال بي تي ار ده يسمع فين؟ يسمع في الكل اللي جات له. لو دي جات له من الليفت تقول له لو سمحت انت بدل ما انت كنت باربعه، انت القيمه بتاعتك الاصليه بقت نال بي تي ار. ولو هي جايه من هنا تقول له لو سمحت بدل ما انت كنت بخمسه، انت قيمتك ان شاء الله بقت نال بي تي ار. ليه الكلام ده يا كوتش؟ عشان خلاص هي النود اتمسحت، مش عاوزينها، ما تلزمناش. تقول لي حركه جميله. طب حبيب قلبي قبل ما نمسح مش محتاجين نتشيك على ايه يا كوتش؟ مش محتاجين نتشيك ان النود دي قبل ما اقول له ان هي نال بي تي ار وادمرها. يعني مثلا سي ان انت بتروح تدمر نود زي الثلاثه دي، مش قلت لك قبل ما تدمرها روح شوف عيالها زي هل هم حصل لهم بوشنج ولا لا؟ تقول لي يعني احنا هنشوف العيال قبل ما ندمرهم، صح. هو مش الراجل ده في المساله هتلاقي ان هو قال لك ريتيرن حاجه من نوع فيكتور اوف نودز اللي هي تري نودز. قول له لو سمحت خلي ده بابليك مثلا هنا، وممكن حتى نبصيه هنا باي ريفرنس، مش تفرق كتير. نخلينا في الحل الابسط بالنسبه لك دلوقتي، ونقول له لو سمحت دي الانسر بتاعتنا. طب وبعدين قول له لو سمحت اف ان الروت عندها ليفت، لو الروت بتاعتك عندها ليفت اعمل لي بوش للروت دي اهو، انسر دوت بوش اندرسكور باك مين؟ الروت دوت ليفت. ليه الروت دوت ليفت؟ لان دي كلها تلزمني، التري دي كلها تلزمني. تقول لي طب يا كوتش مش واحنا بنتشيك ان هي كفاليو مش هتتمسح؟ اقول لك لا، ما هي حبيب قلبي احنا اصلا راجعين، احنا مش رايحين في الطريق. طالما انت خليت الريكيرسيف كول في الاول يبقى انت كده كده انت راجع مش رايح، تمام؟ وطالما انت راجع وطالما انت بترجع فانت خلاص اصلا البروسيس بالنسبه لك ضن. لو النود اصلا اساسها هيتمسح كانت هترجع له بنال بي تي ار. تقول لي يعني وانا راجع خلاص يا اما النود اتمسحت بنال بي تي ار، يا اما النود دي تلزمني قبل ما امسح، صح؟ اقول لك صح. نفس البروسيس اهو، نفس السطرين هناخدهم نقول له دي رايت ودي رايت. تقول لي تمام. طب وبعدين المفروض ان انت علمتني ان انا طالما عندي داتا تايب هنا يبقى في ريتيرن، هنعمل ايه؟ ريتيرن الروت بس. ليه الروت؟ لان انا الروت دي هي اللي تلزمني، هي اللي انا هكون محتاجها تحت عشان ابديت بيها.
تقول لي يعني انا بتشيك ان انا كبيس كيس، بعد كده بروح ابديت الليفت وبعد كده بابديت الرايت، وانا وراجع ان شاء الله بعد ما ارجع من السفر اروح اتشيك هل النود دي ديليتد. قبل ما لو هي ديليتد برجع النال بي تي ار. طيب لو هي ديليتد قبل ما يرجع النال بي تي ار لازم اعمل ابديت للليفت بتاعي اعمل له بوش، ولازم اعمل الرايت بتاعي اعمل له بوش. تقول لي حلو الكلام. طيب وبعدين هقول لك حبيب قلبي وانت جاي هنا لما توصل بالسلامه قول له خلي الروت بتساوي الدي في اس بتاعت الروت. ليه بقى الحركه دي؟ لان انا لما اقول له الروت بتساوي الدي في اس بتاعت الروت انا هاخد الروت ده اللي حصل له ابديتس اللي هو بيكون الجزء ده اللي هو 1 2 نل 4 ده اللي يلزمني عشان الجزء ده انا ما عملتلوش بوشنج اصلا. فده لازم اقول له خلي الروت بتساوي الدي في اس بتاعت مين؟ بتاعت الروت بتاعتي عشان يسمع الابديت. وبعدين كل اللي انت محتاجه دلوقتي ان انت تاخد الروت بتاعتك وتعمل لها بوش. تقول لي طب انا هتشيك؟ اقول لك لا مش محتاج، زي ما احنا كناش محتاجين هنا يبقى انت مش محتاج تتشيك اذا كان الروت ده هيتمسح ولا لا، لان لو كان هيتمسح كان حصل له ابديت من الاول. تقول لي يعني انا دلوقتي كل اللي عليا ان انا اقول له اف ان الروت دي بس في فاليو اصلا، عشان ممكن تطلع لك الروت دي بنال بي تي ار تضرب لك الدنيا. فانا هقول له لو الروت دي في فاليو، لو الروت دي في فاليو انا مش محتاج حتى تشيك عليه، انا كل اللي محتاجه ان انا اقول له لو سمحت اعمل لي انسر دوت بوش اندرسكور باك الروت بتاعتك. تقول لي وبعدين ريتيرن الانسر. بس كده؟ اقول لك بس كده. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ كل اللي احنا عاملينه ان احنا بس عملنا عمليه اوبتمايزيشن، احنا استخدمنا فريكوانسي اري. ممكن على فكره تابديت الدي اف اس ده وتبعت له ماب او ان اوردرد ماب لذيذه في الموضوع ده، وتبعت له برده الانسر او الفيكتور بتاعك اللي انت بتجيب في الانسر. الموضوع برده هيبقى لذيذ، بس انا حاولت اخلي الموضوع سيمبل بالنسبه لك عشان ما كترش البارامترز وتبقى انت فاهم الموضوع. هنا البيس كيس بتاعتك، هنا بقول له روح ابديت على الليفت ابديت على الرايت، وبعد كده وانت راجع اعمل تشيك. ولو النود دي قررت خلاص ان انت ان شاء الله هتمسحها، هات الليفت بتاعها لو هي موجود وهات الرايت بتاعها لو هو موجود. وهنا بقول له لو الروت نفسها موجوده هتعمل لها واشنج بالمره. تقول لي تمام. طيب الكومبلكس بتاعت الكود ده قد ايه يا كوتش؟ اقول لك حبيب قلبي احنا بس استخدمنا دي في اس، حتى الجزء بتاع التو ديليت ده اللي كان هياخد مننا اوردر ان عملنا الاوبتمايزنج عشان يبقى او 1. تقول لي ماشي. طب والميموري مين اللي احنا كل اللي عملناه بس ان احنا محتاجين فيكتور اللي فيه الاجابه بتاعتنا، وبوليان فانكشن بوليان ستاتيك اري فيها 1000 مكان. فمين اللي ممكن تقول ان هو اوردر ان؟ تقول لي طيب تعالى نرن كده الكود عشان نشوف الريزلت بتاعتنا. هتلاقي ان احنا عندنا مشكله في الريتيرن، نسينا حطينا سيمي كولون. هتلاقي ان فعلا قال لك الكود الاولاني عدى والتاني اكسبتد. تعال نشوف نعمل سبميت. هتلاقي ان المساله عدت وبيت 30% من الحلول. ممكن لو عملنا حل البي اف اس البي اف اس يطلع مور اوبتمايزد ويعدي اكتر من 50% من الحلول، بس اديك اتعلمت حل. فاتمنى ان انت تشاركنا بحلولك تحت، ولو عاوزنا نحل الحل التاني بالبي اف اس يا ريت تعرفني، وما تنساش تدعمنا بلايك كومنت وشير. شكرا واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.